معانا كابتن السير معتمد جمال، احسن مدرب في العالم وسيبها لله ماشيه. يا راجل عمر مين صلى على النبي، اقفل يا عم الحلقه. اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي معانا. هنعمل مقارنه الموسم ما بين بيراميدز والزمالك، جاهز؟ جاهز. مهدي سليمان ولا احمد الشناوي؟ هما الاثنين متقاربين قوي، يعني بسبب ان اخر فتره الاثنين مستواهم متقارب قوي، يعني الاثنين متساويين في الحته دي الصراحه. بص، هو مهدي كده كده حارس جامد، هو برضه فكره انه مهدي بيديك امان، هو دي الفكره برضه انه الحارس ان هو ايه مش يكون بيصد خلاص، على قد ما مدي الامان للمدافعين. اكتر واحد بيدي امان للمدافعين هو المهدي. يعني صبحي كان بيصد كرات حلوه قوي، بس عمرك ما بيديك احساس بالامان، ودايما عندك احساس ان هو لو وصل له اي كره ممكن تدخل جون في اي وقت. فهو المهدي في الحته دي شاطر قوي. الشيبي ولا عمر جابر؟ يا راجل عمر مين صلى على النبي، اقفل يا عم الحلقه. الشيبي. طب لو حطيت الناشئ محمد ابراهيم؟ لا برضه الشيبي، بس محمد ابراهيم جامد قوي، البوتنشال بتاعه عالي قوي. اسامه جلال ولا محمد اسماعيل؟ محمد اسماعيل طبعا. اشمعنى؟ مهاري قوي، مهاري، وفي نفس الوقت بيطلعك الكره من تحت، بيفك اي ضغط عليك. حتى في ماتش افريقيا بتاع بلوزداد لما كانوا بيجوا يضغطوا معانا، واي ماتش في الدوري عموما كان بيجي يضغطوا علينا بواحد واثنين، لا انت كنت بتقدر تطلع عادي بسهوله. حتى في ماتش المصري الكره بتاعت نصر المنسي اصلا بدا من عنده الجون الثالث، رقص واحد واثنين وراح اداها لقام بزيره والكره اتلعبت غلط، بس البدايه كانت من عند اسماعيل. احمد سامي ولا حسام عبد المجيد؟ قلبين الدفاع بتاع الزمالك اعلى قلبين في مصر دلوقتي، حسام جامد قوي. طب هل انتوا عندكم اعلى سكواد؟ لا. بتكسبوا ازاي؟ ايه وبركه يا باشا، ماشيه متسهله، ما تقعدش تبصبص في امها. طب هي خناقه، احنا داخلين خناقه يا باشا، بنموه. سيبها لله، معانا كابتن السير معتمد جمال، احسن مدرب في العالم وسيبها لله ماشيه. محمد حمدي ولا بنتايج؟ بنتايج فايق، خصوصا بنتايج سريع قوي، وفي بنتايج برضو بيعمل حاجه بتفك اي دفاع، انه بنتايج مش على طول واخد الوينج. بنتايج دايما واخد ايه لقلب الملعب، داخل لقلب الملعب، مره على الوينج مره لقلب الملعب، فهو اصلا المدافع اللي بيلعب قدامه ما بيعرفش اصلا هو هيروح فين. محمد شحاته ولا محمد حمدان؟ لا صعب قوي. بص، هو حامد حلاوه انه بيلعب في كذا مركز، يعني باك ليفت شغال، 8 شغال، 6 شغال، فلا صعبه قوي، يعني الاثنين متساويين الصراحه. هتختار مين؟ والله ما صعبه. لا انا اختار مين؟ عارف ممكن تعمل البتاع اللي بيلف فوق دماغي. ممكن حامد عشان بيلعب في كذا مركز، بس هو شحاته جامد قوي الصراحه برضه، يعني ما تقدرش تنساه. هتختار حامد مثلا عشان بيلعب في كذا مركز بس. مهند لاشين ولا احمد فتوح؟ لا مهند داشين نص ملعب جامد قوي، نص ملعب رايق قوي، وفتوح خلي بالك رايق قوي، فتوح ده جامد، وفي نص الملعب ده جامد قوي، بس هو مهند في الدفاع اقوى. يعني اوقات فتوح بسبب انه مركز مش مركزه، فبتحس انه بيسرح في اوقات كده سنه وماتش، بس كسرعه في اللعب والكلام ده كله اللي وصلك مهاريا اكتر فتوح. انما مثلا كبقى 6 و8 مع بعض بقى بوكس تو بوكس، لا مهند. عبد الله السعيد ولا ناصر ماهر؟ والاثنين زملكاوي. ناصر ماهر. ناصر. انا عبد الله. ناصر عن عبد الله عشان الفتره الاخيره بس. في عموما يعني في المجمل لا عبد الله طبعا، مفيش حد جه في الحته دي زي في مصر زي عبد الله السعيد، اكيد. ومفيش حد في ذكاء عبد الله السعيد. عبد الله السعيد لو لعب نص ساعه بس في كل ماتش او شوط واحد، عبد الله يبقى اجمد واحد في مصر. فكره انه عبد الله بنستنزفه قوي بدنيا، وعبد الله بيدافع وبيهاجم وبيعمل كل حاجه. عبد الله مثلا ب6 و8 و10 ناقص يقف جون، الصراحه احنا مشقيين والراجل ده معانا. بس انت على كل ده هتختار ناصر؟ اختار ناصر بس عشان الحته المهاريه عنده اعلى دلوقتي بسبب الفيزيكال بتاع عبد الله ما بزال قوي. اخوان بزيره ولا مصطفى فتحي؟ خوان بزيره. مصطفى فتحي. خوان بزيره. كان عندي بالونه وبدلته باسد. شيكو بنزا ولا سلاكه؟ شيكو. في الراس. لا زلكه لعيب جامد يا راجل. شيكو والله العظيم يسوي يضحك اصلا. فيستون مايلي ولا ناصر منسي؟ لا الموسم ده ناصر طبعا، الاسطوره الحيه، عيب عليك. اسطوره حيه. طب انت ايه رايك في معتمد جمال؟ لا انت قبل ما تقول معتمد جمال قول السير معتمد جمال، يعني بس الالقاب بس. حفظا للالقاب طبعا. السير كابتن معتمد جمال احسن مدرب في العالم يا جدعان اخر شهرين.
لا بص والله بعيدا بقى عن الهزار، بس هو معتمد. خلي بالك معتمد مش فنيا، مش اللي هو بيقدم اداء متعه مع الزمالك. هو كل المتفوق فيه معتمد ان هو رجعنا كلنا. بص احنا مش عندنا استقرار، مش عندنا فلوس، مش عندنا لعيبه، مش عندنا، بس احنا نلعب عشان الزمالك. احنا داخلين نكسب كونفدراليه، احنا داخلين نكسب الدوري. الزمالك احنا بنلعب بالشعار بتاعنا. احنا مش بنلعب عشان فلوس، مش بنلعب عشن لعيبه، مش بنلعب عشان اي حد. خلي بالك معتمد جزء كبير من اللي هو بيعمله هو بيعوض نفسه عن لعيب عن مستوى المسيره بتاعه اللعب. لانه معتمد جمال اصلا مبطل عنده 28 سنه لما جاله 2 رباط صليب. فهو اصلا عايز يدي فضل الزمالك عليه، وهو كل شويه لما يطلع يتكلم في دي. فهو كابتن معتمد شاطر ان هو جمعنا كلنا في حته واحده على فكره. احنا هنلعب عشان الزمالك. تتوقع مين اللي هيكسب يوم الخميس الجاي ما بين بيراميدز والزمالك؟ لا يعني والله بص هو باذن الله الزمالك. بص هو الزمالك كعبه على بيراميدز الصراحه يعني ايوه، انا نفسي افهم ايه السر في كده. والله انا نفسي افهم. احنا لو لمينا 11 واحد من هنا بس لبسنا تيشيرت الزمالك هننزل نكسب بيراميدز. وبص الزمالك والله مش حوار بقى كعب عالي، بس بحس انه دايما بقت لما انا كسبت بيراميدز مره واثنين وثلاثه بحس انه لعيبه بيراميدز نازله عندها حته انهزام. انا كده كده بهاجمك وبجيب فيك اجوان وبتاع، فجاه في اخر الماتش بلاقيك كسبان ازاي اصلا ما تعرفش. بس هو بص هو يعني هو الاسبوع اللي جاي هو اسبوع الزمالك. لو خدنا اربع نقط في ماتش الاهلي وبيراميدز انت بطل الدوري الرسمي يعتبر. انت لو كسبت الماتش الجاي هتبقى بطل الدوري الرسمي. نسبة 85% خلاص 90% انت كده سابق الاهلي بخمسة، سابق بيراميدز بخمسة. حتى يبقى عندك بقى ان انت تكسب ماتش كمان وتبدا تركز في الكونفدرالية. خلاص انا هبدا ابعد الحتة دي. حتى ماتش الاهلي مش هيبقى مهم، حتى لو كسبتنا يبقى فرق في الاخر نقطتين. خلي بالك برضه هما الاثنين بيراميدز والاهلي هم عندهم بس الدوري انا هستقتل عليه، انا هموت عليه. انما انت عندك برضه في حتة تانية. طب ما برضو الفكره انه خلي بالك المعادله صعبه قوي ان انت عايز تكسب عشان تروح دوري ابطال، ففي نفس الوقت تحل الازمه الماليه. عايز تاخد كونفدراليه عشان هتاخد منها 4.5 مليون دولار. هتحل مشاكلك بتاع ال 14 قضيه لانه ال 14 قضيه ب 5 مليون دولار. ففكره المقارنه انت يمين شمال لازم تاخد البطولتين، لان انت اخر السنه الجايه دوري ابطال افريقيا فانت لازم تلعبه، لان اخر سنه هتروح كاس العالم فانت لازم تفكر في النقطه دي. فبص يمين شمال انت مش قدامك حل غير ان انت تاخد البطولتين.